السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده هكون معاكم في فيديو جديد وبسيط جدا. هنعمل تنظيف، روتين تنظيف للاوضه ونغير الملايات. طبعا انتوا عارفين ان انا بغير ملايات الاوضه يوم الجمعه. الاول كان في شويه هدوم محتاجه تتطبق وهدوم تتعلق وهدوم سليم وكده، فقلت ايه اعلقهم الاول. جبت الشماعه بتاعت سليم وعلقت له هدومه لان هو مش بيطولها. وهبتدي بقى ان انا اشيل الملايات والكفر وكده وانفض المرتبة، وهسيبها ايه تتهوى شوية والشمس تدخل وكده، وهرجع بقى يعني اخر اليوم افرشها زي ما انتوا شايفين كده. عملت كده في السرير ده وهبتدي اعمل كده في السرير التاني برضو. بصراحة مش عارفة اقول ايه، يعني انتوا شايفين الفيديو شارح نفسه، مش محتاج ان انا اشرح اللي انا بعمله. فانا مش عارفة اتكلم معاكم في ايه بصراحة. مش عارفة بجد، ممكن انتوا بتدوني افكار مواضيع نتكلم فيها، لان انا بقيت بزهق وبمل وما بقيتش عارفة اقول ايه في الفويس، لان اللي انا بعمله اصلا شارح نفسه. انا بقى جبت هدومي، علقت الحاجات اللي عايزه تتعلق وكده، هدوم الخروج وكده والطرح، والباقي بقى طبقته حطيته في الدولاب وظبطته كده. انا ما كنتش ناويه اعمل دولابي، هي جت كده بالصدفه، يعني انا بحط الهدوم وكده لقيته مكركب شويه وفي حاجات كتير انا مش ما عدتش بلبسها بقالي فتره. فقلت ايه، طب ليه هي واخده مكان على الفاضي؟ وبصوا كان مكركب ازاي. فطلعت الحاجات اللي انا مش بستخدمها، حطيتها في جنب، والاول غسلتها في الغسالة بمية وملح عشان اخرج طاقتي منها. انا مش عارفه انتوا عارفين الموضوع ده ولا لا، بس المفروض انا لو انتي مثلا عندك حاجه وعايز تستعمليها قماشه في البيت، زمان كان اهالينا بيستخدموا هدومنا يعملوها فله. عارفين الفله؟ او مش عارفه بيقولوا عليها ايه، يمسحوا بيها الارض يعني. فطبعا انت بتاخدي، يا مامتك كانت بتاخد طاقتك وتمرمط بكرامتها الارض. فده غلط طبعا. فانا قبل ما ادي لحد هدومي بطاقتي لازم اغسلها الاول بميه وملح عشان انزل طاقتي اللي فيها، بحيث ان الشخص اللي يلبسها بعدي لو عنده طاقه حزن، طاقه سلبيه، ما تتنقليش انا، وانا مش ناقصه والله. انا مش ناقصه، كفايه اللي عندي. فغسلتها الاول بميه وملح، ما حطيتش فيها مسحوق. هي طبعا هي دي نظيفه اصلا، كانت في الدولاب وكده، ما غلبستهاش. بس برضو فيها طاقتي. فغسلتها بميه وملح ونشرتها وكده، وبعدين استغنيت عنها لحد يعني محتاج وكده، وسبت الحاجات اللي انا محتاجاها بس كده. كانت بقى المراتب اتهوت، بصوا حتى لو انتم ملاحظين كانت الشمس خلاص راحت. فهبتدي بقى ان انا البس المخدات الاول. المفروض ان انت بتلبسي المخدات والخداديات قبل ما تفرشي السرير عشان ما تبهدليش الدنيا. فهبتدي ان انا البس المخدات الاول واحطها على جنب، وافرش بقى السراير وكده، وهكب بقى ميه في الارض واعملها بالفرشه والمساحه وكده عشان تدي ايه انتعاش كده للشقه. عارفين انا بعشق ريحه الكلور، بحب قوي امسح وامسح بكلور وازود كلور في الميه، بحيث بعد ما اخلص مسح وكده الشقه تبقى ريحتها كلور كده نظافه. بعشق الريحه دي، بس طبعا مش زي ريحه المستشفيات خالص، دي حاجه ودي حاجه. ابتدي بقى افرش السرير، وطبعا المعطر، معطر على المرتبه، معطر على الكفر، معطر على الملايه، معطر على المخده. يا جماعه انا ما اقدرش اعيش من غير معطر. انا مش عارفه الناس اللي تبقى عايشه من غير معطر، من غير بادي سبلاش، من غير برفن، من غير ما يبقى في روايح في بيتها وفي هدومها، عايشه ازاي بجد؟ مش عارفه. انا ما اقدرش اعيش من غير روايح في بيتي وفي مخدتي وفي هدومي، ما اقدرش. انا لازم انام على المخده عشان ريحه كويسه. ما بحبش حد ينام على مخدتي ابدا، بقرف موت. تقريبا عندي او سي دي. عارفين الاو سي دي؟ فرشت بقى الملايه وخليتها على المسطره. عارفين زمان كنت بحط لما كان عندي طاقه كنت بحط دبابيس في الملايه من الجنبين عشان تثبت على السرير وتبقى زي المسطره. بس خلاص بقى الواحد كبر وما عادش عنده طاقه، فايه المشكله لما تتنكش؟ يعني ايه المشكله؟ يحصل حاجه والنبي ما يجرى حاجه، احنا اللي بنحبكها. ده نضج بعد ال30 طبعا. فالمرتبه بتاعتي بقى قلبتها،
قلت لها تعالي انت بقالك فتره على الوش ده. قلبتها بقى على الوش التاني. حاسه اصلا ان هي باظت، دي مرتبتي انا. آه، ما عادتش بتريحني خالص، وفيها حته كده زي مسمار بحسها بتدخل في ظهري وانا نايمه. فحاساها بدات تبوظ. هو المفروض ان هي لسه في الضمان. هي الضمان بتاعها 10 سنين، بقالها تقريبا عندي دلوقتي 8 سنين ونص. بس انا مش لاقيه الضمان بتاعها. هو موجود في البيت بس فين بقى مش عارفه. دورت عليه مش لاقياه. فنفسي الاقيه بجد واوديها يعني تتجدد وكده، بيبقى مبلغ بسيط تقريبا 500 600 جنيه للمرتبتين. فهموت واعمل كده بس مش لاقيه الضمان بصراحه. بصوا بقى بعد ما تخلصي كده والدنيا تبقى رايقه ومعطر، يا سلام. بصوا بقى سليم، كنت انا رحت عشان اكب ميه في الطرقه عشان امسح وكده، وسبت الكاميرا شغاله وقال لي ما تقفليهاش. كان في كذا حاجه متطبقوش كده، فقلت له تعالى طبقهم وحطهم في الدولاب. بصوا بقى يعمل ايه. هيجي عند الكاميرا ويطلع لسانه. قلت له والله ما انا مسحاها، والله ما حذفاها، واخليهم يشوفوها. هتشوفوها دلوقتي. بصوا. انا مش عارفه ايه اللي بيعمله ده بجد. والله العظيم مش عارفه. هو مش عارفه يعني، هو مفكر ان محدش شافه ولا ايه. انا مش عارفه. بس هو قال لي، قلت له والله ما هحذفها. بيقول لي مش انت هتعملي مونتاج؟ قلت له والله ما هحذفها. غيرت بقى الكيسه بتاعه الباسكت. هي اصلا ما تبقاش فيها حاجه يعني، ده ورق. آه حاجه فتحناها مثلا كيس شيبسي، حاجه من حاجه كده يعني، مش حاجه تعمل ريحه او كده. خلصت بقى وحطيت في الارض كلور ولهلوبه، وحطيت سنه دوني. ريحته فظيعه. مسحت بقى الارض واشغل بقى المروحه وارش معطر واقفل النور، ونبتدي بقى ندخل على الطرقه. طبعا انا عملت الطرقه كلها ورا الكاميرا، لان ما كنتش لابسه يعني لبس ينفع اطلع بيه. زي ما انتم شايفين كده. دعكتها مره واتنين، وبعد كده بقى شدتها بالمساحه ونشفتها بالشرشوبه.